السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا ومتابعين سنتر الأسوان للأدوات المنزلية. كل سنة وأنتم طيبين. الفيديو ده احنا عاملينه مخصوص علشان الناس اللي هي في الفيديوهات اللي فاتت كانت سألت على الجرانيت السيرمو. احنا هنعمل لكم فيديو مخصوص علشان الجرانيت اللي هو السيرمو، تمام كده؟ لأن في ناس كتير كانت بتسأل على ازاي تستخدمه، على الأصل من التقليد ازاي، على استخداماته، مميزاته، على عيوبه. احنا هنتكلم في الفيديو ده. الاول ما تنسوش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، لان في طبعا متابعينا احنا تحت امركم في اي حاجه تطلبوها، سواء اشتريتوا من عندنا من عند غيرنا. احنا عاملين طبعا القناه عشان نفيد بيها الناس، وعشان كده اي حد بيسالنا على حاجه، اي حد محتاج يعرف اي حاجه يكتب لنا في التعليقات تحت، تمام؟ هنبدا نرد عليه في الحال وبفيديوهات. مش هنرد عليه بقى في التعليقات، لا هنرد في التعليقات برضه تقديرا ليكم، وهنردهم بفيديوهات عشان تعرفوا كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها، تمام كده؟ نبداوا الاول بطقم الطاسات، اللي طبعا كان في ناس يعني طبعا هم كانوا سالوا عليها، تمام؟ والحمد لله ردينا عليهم وعرفناهم، بس برضه احنا بنعمل فيديو عشان ينفع غيرهم برضه وهم يكلموا غيرهم، تمام كده؟ طيب ده العبوه الجديده بتاعت السيرمو، ماشي كده؟ اهيت. عشان في ناس بتقولوا ايه العبوات الجديده من القديمه. العبوات القديمه كانت نفس المنظر ده، اللي هي بتاعت الرايه، موجوده في الفيديوهات تحت لو حابين ان انتوا تشوفوها، ماشي كده؟ نبداوا نوريكم الاول. ده طقم طاسات سيرمو، هنوريكم الطاسات الاول. والطقم الطاسات دوت 20 24 28، مش ال 26، لان في طقم منه الكبيره 26، تمام كده؟ نبداوا نفتحه كده. ادي الطاسه الكبيره. على فكره لغايه النهارده، يعني دي معلومه برضو لناس كتير، مش موجود منه، لان الطقم دوت طقم مستورد مش مصري، وتركي اصلي، وهنوريكم تركي اصلي ازاي وتعرفوه ازاي بالختم بتاعه بكل حاجه اهوت. هتعرفوه ازاي هنوريكم، لان مش موجود منه حاليا في السوق غير اللون الاسمر بس. كل الالوانات بتاعته خلصت، كان في اللون البيج، اللون الرصاصي، كان اللون الاسمر، كل الالوانات التانيه خلصت، مش موجود غير دلوقتي اللون الاسمر، ماشي كده يا جماعه؟ طيب ده يعني ايه سيرمو؟ الاول السيرمو دوت ده اكسيد معادن، ماشي؟ يعني ايه اكسيد معادن؟ ده اكسيد من المعادن اللي هي يعني غاليه، يعني غاليه جدا. لما بتيجي تستخدم في اواني الطهي، يعني بتستخدم طبعا بيبقى سعرها غالي، عشان هي الخامه بتاعتها عاليه وخامه غاليه. فان هو يعني نبداوا نعملوه، لان هو طبعا اكسيد المعادن ده اعلى معدن معمول من الرصاص، تمام كده؟ فبيبقى غير الجرانيت بقى وغير الكلام ده كله، بيبقى طبعا يعني ايه كله صبه واحده، ماشي يا جماعه؟ ايه الميزه بتاعته؟ ان هو بيمتص الحراره، اكسيد المعدن ده، تمام؟ السيرمو ده بيمتص المعدن، بيمتص بيمتص الحراره لدرجه 380 اقل من دقيقه. يعني بمعنى ان انت هتحطيه على النار هيبدا يمتص ويحتفظ بالحراره بتاعته. هتحطي فيه اي حاجه اقل من دقيقه هتلاقي، لو حته زبده هتسيح، سمنه، زيت هيغلي، اي حاجه، تمام كده؟ عشان نعرفكم بس ايه المميزات بتاعت الفرق ما بين السيرمو وما بين الجرانيت. الجرانيت مفيش كلام من ده، الجرانيت الاصلي والتركي فيه كل الميزات دي، بس على فترات طويله، بس برضه ما بيحتفظش بالحراره زي السيرمو، وما بيمتصش الحراره زي السيرمو، تمام كده؟ عشان تبقوا انتوا واخدين بالكم وعارفين. ملمسه ناعم، يعني تحط ايدك كده ملمسه ناعم جدا. نعرف بقى الاصل من التقليد ازاي. تعالوا كده، شايفين كده؟ ميد ان تركيا، سلو ماد اهيت، ماشي كده؟ العلامه الصحيه بتاعته اهيت، وبارزه، ونفس لون الطاسه اهيت. واضح كده الختم؟ عشان الناس اللي كانت عايزه تشوف الختم بتاعه.
اليد بتاعته مدموجه من العاج بقى، حاجه يعني قويه جدا بتستحمل درجه الحراره بتاعته، مدموجه سلوماد اهي بتاعته. اي يد تانية غير دي يبقى مش اصلي، اي حاجه غير الختم ده يبقى مش اصلي. في التوزيع ده مش معمول رسمه، الرسومات اللي هي السهم والكلام ده كله ده يا جماعه مش رسمه، ده معمول بتقنيه عاليه علشان خاطر، معمول بتقنيه عاليه عشان خاطر توزيع النار، يبقى معروف توزيع النار بتاعه ازاي، مش معمول بقى كده اي رسمه والسلام ولا اي حاجه وكده. ماشي يا جماعه، يبقى احنا كده عرفنا ان السلوماد خامه عاليه جدا من اكسيد المعادن. الختم بتاعه واضح، اليد بتاعته جامده جدا وجميله. ده طقم 3 قطع، دي رقم دي اللي هي 28 اللي هي الكبيره. واي استفسار في اي حاجه تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات. جاي معاه برموشن بتاعه بتاع الشركه، بيشرح لك فيه اهو البرموشن اهو، تمام، بيشرح لك فيه كل مميزاته وكل حاجه عنه زي ما انت شايفه كده. وهنا برضه لو حبيتي ان انت تترجمي الكلام اللي ورا، تمام، هيبين لك، هيعرفك كل حاجه في المنتج. ماشي، ده اللي هو الطاسه الثانيه اللي هي ال 26 ال 24 سوري، دي ال 24 هتلاقوها برضه، تتاكدوا عشان في ناس برضه بتغش، ممكن يحط الكبيره مدموجه والصغيره مش مدموجه واللي في النص كده، في لعب كتير. لكن انت اتاكدي الكرتونه عندك اهيت وفيها كل حاجه، وكل واحده فيها الكرتونه بتاعتها. كلامي واضح يا جماعه؟ اهي، وهي الختم بتاعه زي ما انتم شايفين. مش لازم بقى اطلع يعني ايه اللي هو الطاسه الصغيره ال20. طيب هنحافظ عليه ازاي؟ الطقم دوت احنا هنحافظه عليه ازاي؟ اول حاجه هتبداي تعمليها، والكلام ده احنا قلناه كتير سواء في الجرانيت او في السيراميك، هنجيب فرشه وشويه زيت وهنحطوها في اول شغل ليه. هنحط الطاسه على النار وهنحط فيها شويه زيت، وبالفرشه كده هندهن الجوانب وهندهن كل الطاسه زيت من الداخل، وهنسيبها من 5 دقايق ل7 دقايق كده، يعني مش اكتر من كده ولا اقل من كده. وهنبدا بعد كده نيجي طافيه النار عليها وسايباها، مش هنشيلها من على النار وهنحطها تحت الميه على طول، دي اكبر غلط. سيبها لما تبرد خالص وهغسلها بقى. طب نيجي الخطوه بتاعت الغسيل، مش هينفع نغسل طبعا الناس اللي بتغسل سلك مواعين وكلام من ده. هنقول لكم حاجه، عندنا سفنجه زي دي كده اهي، دي سفنجه مستورده، او سفنجه تكون عندك سفنجه حاجه كويسه. دي السفنجه دي مجرد ما بتحطيها في الميه بتبقى قد كده، دي معموله برده بتقنيه عاليه، تمام، للجرانيت اهي، دي شكلها معموله للجرانيت، للسلوماد، للحاجات طبعا اللي هي الايه الحساسه اللي زي دي، تقدر ان انت تشتريها من اي مكان. التعامل مع الجرانيت او مع السلوماد تعامل محترم، تعامل ناس يعني فاهمه هي بتشتغل ازاي. ما ينفعش تجيبي مثلا طقم توزيع ستانلس وتشتغلي بيه تحكيه وتيجي بعد كده تقولي ده اتخربش واتحك، لا، ما تشتغليش بيه. هيتغسل بسفنجه كويسه، والبريل اللي هتشتغلي بيه يكون حاجه شركه كويسه، ما يكونش من اللي هو السايب اللي بيتباع في المحلات وفيه بوتاص عالي وفيه مش عارف ايه والكلام من ده، وفيه خامات تقدر انها تاثر عليه بعد كده مع الوقت الطويل. لا، حاجه محترمه وحاجه كويسه. ما دام جبتي بقى حاجه محترمه ودفعتي فيها فلوس، اصرفي عليها. هو ده الموضوع، هو ده كل الموضوع، علشان انت هتلاقي بقى تسويه كويسه، هتعملي فيه اي حاجه، هتاخدي شغل كويس للطاسه، هتقعد فتره طويله عندك، تمام كده. يبقى احنا كده السلوماد عشان نتعامل معاه لازم نتعامل معاه زي ما انا قلت لحضرتك كده، يا اما ما تشتروش بقى ما تتعامليش بيه. اشتري حاجه غاليه اتعاملي بيها طبعا بشياكه، اتعاملي بيها باناقه، اتعاملي بيها بكل اريحيه كده مع السلومات. ده طقم الطاسات بالنسبه لطقم الطاسات. ولو في اي استفسار تاني اي حد، تمام، تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات، هنرد عليكم على طول. وسعره على فكره الايام اللي جايه هيزيد، هو النهارده هو رابط سعر معين، تمام، يعني اللي قدامه اي حاجه يقدر يجيبها يقدر يجيبها. طيب بالنسبه للسلومات اهوت، ده الجريل بتاعه
ادي اللون اللي هو الرصاصي مش الاسمر، اللون الرصاصي بتاعه اهو. سلوماد ميد ان تركيا، بارزه زي ما انتم شايفين كده اهيت. الجنب التاني ليه بقى؟ شايفين المغناطيس بتاعه اهو. ده جريل دبل اهوت زي ما انتم شايفين كده، مقاس 42 اللي هو الكبير. ده جوان زياده بيجي معاه، يعني تروح تشتريه من عندي من عند اي حد ما لقيتيش الجوان ده سوري ما تاخدوش، لان الجوان ده بيتباع برده بفلوس. هو بيجي معاه بتاعه اهو. انا فتحته لقيناه فين اهو، التاني بتاعه راكب اهو. تمام يا جماعه، البروموشن بتاعه اهو. نفس الشغل اللي هيتعمل في الطاسه هيتعمل هنا، بس ده جريل. تمام. في جنب مشرط هنا علشان تحطي طبعا عليه الشيش طاووق، تحطي عليه الاستكات، الفراخ، اي حاجه بيعمل الخطوط بتاعته عشان طبعا ياخد السوا بتاعه من تحت، وبتبداي تغطيه وتحطيه على النار. طيب طب يعني لو حضرتك بقى ايه، ده بقى فيه ميزه كويسه لو انت عايزه تشغليه جريل مفتوح واحد، بيبدا تحليه من هنا. تعالوا كده من ورا من هنا كده اهوت، بتشيلي الجوان الصغير ده تمام، وتبداي تطلعي بيه من هنا كده وتزقيه فيطلع ده لوحده وده لوحده. خلاص كده يبقى ده اتنين معاكي، تقدري تحطي ده على نار عين وده على عين. لو انت حابه بقى عايزه حاجه تعمليها تخلصي بقى على طول، يعني فرخه ولا حاجه ولا اي سكات كمان تخلصي بقى على طول، بتعمليه في الدبل وتقفلي عليه علشان خاطر ياخد طبعا يعني ايه السوا بتاعه بقى من فوق ومن تحت، ويعني ايه ما ياخدش وقت طويل. ده الجريل الدبل، وسعره طبعا ما هو مش يعني يعتبر بعد الزياده مش غالي قوي يعني عن اسعار ثانيه حاجات مصري في السوق. ادي الجريل اللي هو الدبل، بيجي حتى الشركه لما عملت التغليف بتاعه عملت التغليف زي ما انتم شايفين كده، مطبوع عليه الطبعه بتاعت السلوماد اهوت. يبقى زي ما انتم شايفين كده، وادي الكرتونه بتاعته اهوت اهيت عشان تبقوا شايفينها. في منه طبعا اشكال كتير، في منه ال 36 وفي منه ال 40 وال 42 في مقاساته، بس احنا المتوفر عندنا دلوقتي اللي هو ال 42. طيب نبدا نحط ده كده. احنا عاملين الفيديو ده بس يعني ايه علشان خاطر الشغل السيرمو بس، عشان الناس اللي كانت سألت عليه، لكن احنا ان شاء الله بعون الله في شغل جرانيت تاني، وفي اطقم اهي، اطقم سيرمو طقم كامل اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل لكم عليه فيديو مخصوص اهو، عليه التيكت الرايه اهو. تمام كده، بس خلينا بس يعني ايه حاجه هنعمل لكم على الطقم الكبير ان شاء الله فيديو، الطقم الكبير بتاعه والمربع كمان مش المدور. ده بقى اشيك لون فيه اللي هو ما عادش موجود النهارده خلاص. ده عامل يعني كده يعني ايه حاجات من الحاجات العزيزه اللي هي يعني ايه احنا بنحطوها كده، ببقى عايز احطها في المحل كده مش عايز ابيعها والله العظيم اهو. برضه ادي على اليد سيرمو، وادي التضليعه بتاعته زي ما انتم شايفين، وادي هنا بقى تلاقي الختم واضح بقى قوي. ده جريل مربع فرداني مش دبل العادي بقى. تمام كده، اليد بتاعته حاجه شياكه، حاجه جميله، تقدري ان انت برضو تعملي فيه، ودوت طبعا كبير، تقدري ان انت تعملي فيه كل اللي انت عايزاه. ده مقاس طبعا 28، تقدري تعملي فيه اي حاجه اهو. التعامل مع الثلاث اصناف دول اكنك بتتعاملي يعني تعاملي بحرص قوي. الموضوع بتاع السيرمو مش موضوع ان انا جايب حاجه غاليه فخلاص بقى ان انا جايب بدفع فلوس فان انا اجيب بقى سلك مواعين واغسل وادعك واعمل، لا 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 سيبك من الكلام ده خالص. اتعاملي معاه بشياكه، اتعاملي معاه كويس. اشتري له سفنجه محترمه، السفنجه مش غاليه يعني، هتلاقي السفنج ده في منه ال 20 جنيه وال 18 جنيه، ما انت بتشتري باكتر من كده وحاجات بيندفع فيها فلوس تمام، وهتيجي على حاجه صغيره زي ديت ممكن تبوظ لك طاسه او جريل. فانت حاولي ان انت تتعاملي مع السيرمو ده، لان انت اول ما بتبداي تشتغلي فيه هتحسي بالفرق
ما بين الجرانيت وما بين الالومنيا وما بين الكلام ده والسيراميك اللي هو قدم بقى خلاص، وما بين ده هتستلمي زي ما بيقولوا كده الطباخين وجميع الشيفات، هتستلمي اكل مستوي على نار متوزعه من جميع الجهات، من فوق ومن تحت ومن الجوانب. لان طبعا كون ان انت بتحطي حاجه في الجريل في حاجه سيرمو، فده بيمتص حراره ويحتفظ بيها، فان انت بيبقى محطوط على النار بيلاقي الحراره جايه من فوق ومن الجنب ومن هنا ومن هنا ومن تحت ومن كل مكان زي بعضها. مش معنى ان النار من تحت يبقى هيستوي من تحت اكتر، لا. في الجريل السيرمو لا، مفيش الكلام ده. في ان كلها هتيجي بعد كده تفتحي بعد نص ساعه بعد تلت ساعه تفتحي الجريل كده هتلاقي الحاجه كلها مستويه زي بعضيها. مش هيفرق بس غير في القعر بتاعه، غير في الشروط المخططه دي اللي هي وظيفتها بعد توزيع النار اللي تحت اللي هو بيبقى ده، بعد توزيع النار ده تمام هتلاقي الخطوط ديت الفوارغ اللي فيها ديت تمام مخططه في الاكل كده، في الفراخ في الشيش في الكلام ده، علشان الغويط ده بيبدا ان هو يطلع الحراره بتاعته على الاماكن الفارغه ديت، تستوي الحاجه على نار كويسه درجه حراره كويسه، تستلمي شغل زي ما بيقولوا كده. فالتعامل مع السيرمو تعامل محترم مش اي حاجه. فدي كانت طبعا فيديو كده صغير عشان الناس اللي احنا وعدناهم وقلنا لهم ان احنا هنعمل لكم فيديو على الشغل السيرمو. وفي شغل السيرمو حاجات كتير، ده في كنك وفي اطقم كامله مربعه هنعمل لكم عليها فيديوهات، في حاجات كتير طبعا من السيرمو. بس طبعا دول يعتبروا ايه يعني حياتي طبعا اللي انطلبت ومتداوله اكتر. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو في اي تعليق على اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات تحت هنرد عليكم على طول. وما تنسوناش طبعا كده بدعمكم كده بمشاركات الفيديوهات وبالتعليقات واللايكات، وتكلموا طبعا اصحابكم وحبايبكم عشان طبعا تفيدوا غيركم، واحنا على قد ما بنقدر نفيدكم باللي نقدر نعرفه. في اي كلام تاني على السيرمو تقدروا انتوا تكتبوا لنا كده، احنا كتبنا طبعا يعني السيرمو حاجه محترمه وحاجه جميله، وهتلاقيه السيرمو كله طبقه واحده وكله لون واحد وصبه واحده زي ما انت شايفه كده، ملمسه ناعم جدا. غير طبعا الجرانيت ممكن تلاقيه مثلا من هنا توزيع النار كله ألمونيا تمام، كل ده طبعا بيوفر في الخامه وكل ده طبعا. لكن السيرمو طبعا طبعا اكسيد معدن محترم جدا من الرصاص، تقدر ان انت تشتغلي بيه وانت مطمنه، وبيبقى محطوط حتى في مطبخك في بيتك، شكله كويس حاجه محترمه. اي حد من زمايلك اي حد من قرايبك دخل مطبخك يشوف الحاجه كده محطوطه بالشكل المحترم ده، طبعا ده بيدي بريق وبيدي اناقه طبعا للمطبخ بتاعك. وانت حتى لما تشتغل اللي ما اشتغلش بيه مش هيعرف اي حاجه عنده الا لما تشتغلي بيه، يعني اول ما تشتغلي بيه هتعرفي ده ايه وليه. لو عندك جرانيت وشغاله بيه هتشتغلي بده هتحسي بالفرق، مش هنقدر نقول غير كده. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وادعمونا طبعا بالاشتراك وباللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.